سنة كاملة قضيتها ويا الفي 5، تلفون الثاني اللي وياي بكل مكان. الناس لسه خايفة تاخذ فولدبل فون أو جهاز قابل للطي سببين. أول شغلة، متى تسوى تدفع على جهاز بثلاث شاشات؟ الناس حسبالها هذا التلفون مرقوع بشاشتين، بس هو عبارة عن تلغيم مالتي تاسكينج بين التصفح العادي للشغل، إيميلات، حرية التنقل بين التطبيقات للتدوين، الكتابة والرد. هالحرية بالتنقل ايش قد ما تشوفها يمك عادية ومو شيء كبير، لما تدخل بيها مستحيل تستقبل غيرها. ثاني شيء، الناس لسه ما فاهمة انه الجهاز القابل للطي صار اقوى من اي جهاز فلاج شيب. كإنسان طبيعي خلوق قدر مال الله تقدر تفتح وتسد الجهاز براحتك، بس اللي ما تدري بيه انه هذا الجهاز كافرج استخدام طبيعي يقدر يمدك بفتح وسد يوصل 10 سنين لقدام. بالمناسبة مو بس لان الهنج يتحمل فوق ال 500 ألف طوية، لا، نفسية الهنج صارت مقاومته توصل 2800 ام بي اي، معناها سيارتك اللي طابقة بالباب الهنج هذا يتحمل اكثر من عدها. ولما تريد توصل للاخير عندك اي بي 68 69 كي. نفسية الشاشة من برا صارت افضل بالطوية والانعكاسات الخارجية. دور نحافة فهو 8.8 راس براس ويا الايفون 17 برو ماكس. هاي النحافة اللي بيها 6660 ملي امبير باعلى عتاد وشيبسيت موجود بالكوكب اللي هو السناب دراجون 8 ليجن 5. لمسات تشق الحلق على البودي مال الجهاز وحتى على الكفر اللي يجي ويا الجهاز نفسيته، تعكس هوية وفخامة الشركة تطلع من عند هذا الجهاز. جوابا على اكثر سؤال ينسأل بالحياة، شنو الجهاز الاساسي بالنسبة للاندرويد؟ فالفي 5 قبل سنة، بس هذا هو الفي 6.